السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ناس كتير لسه بتيجي تسألني تقول لي هو انا هندسة ينفع ازرع حاجة زي المجدول او الصقع او السكري عندنا في محافظات وجه بحري؟ فانا جاي النهارده اقول لهم لا، ما ينفعش نزرع اي حاجة من اللي انتوا قلتوها ديت في محافظات وجه بحري. هتقول لي ليه؟ هقول لك عشان احنا النخيل عندنا بينقسم الى 3 اصناف. ايه هم ال3 اصناف دول؟ اول حاجة الصنف الرطب، تاني حاجة الصنف الجاف، تالت حاجة الصنف النصف جاف. طب بالنسبة للصنف الرطب، الصنف الرطب ده بيتزرع فين؟ ده بيتزرع في أي حتة في مصر، سواء وجه بحري سواء وجه قبلي، اللي هو زي البرحي زي الزغلول. الحاجة اللي أنا ممكن وأنا واقف على الأرض كده أول ما النخلة تطرح معايا والثمرة بتاعتها تبدأ توصل لمرحلة الخلال اللي هي مرحلة التلوين وأكلها ما تشرقش معايا، ده ينفع يتزرع في أي حتة. أما بالنسبة لأصناف النصف جافة زي المجدول زي الصقع زي السكري، الحاجات اللي بتحتاج درجات حرارة عالية عشان توصل للمرحلة النضجية بتاعت الثمرة اللي هي مرحلة الطم، دي ما ينفعش تزرع عندنا في محافظات وجه بحري. ليه؟ عشان احنا عندنا درجة الحرارة بتنخفض والرطوبة بتزيد، فبالتالي هيحصل مشاكل للثمار ومش هتوصل لمرحلة النضج بتاعها، يعني ممكن تحصل معانا عفن في قلب الثمار فما اخدش منها حاجة. او ان بالنسبة برضك للاصناف الجافة، الاصناف الجافة اللي هي زي السكوتي او البرطموضة برضك نفس الحوار زيها زي الاصناف النصف جافة، ما ينفعش تزرع في محافظات وجه بحري. الحاجات دي بتحتاج درجة حرارة عالية، فعشان كده اماكن زراعتها بتتركز في محافظات وجه قبلي اللي بتتميز بارتفاع درجة الحرارة. بس كده، ويا رب اكون فدتكم. لو حد عنده اي استفسار يقدر يكتب لنا في الكومنتات او يبعت لنا على رسائل الصفحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.